لسه محروق لسه بيغيظه كابوسك هو السيد زيزو. الاهلي النهارده اعلن عن صفقه احمد السيد زيزو. الصفقه اللي عملت جدل وعملت اثاره بشكل كبير، الصفقه اللي هي انت يعتبر يعني قدرت انك يعتبر تعمل كل حاجه حرفيا في المنافس بتاعك، المفروض يعني قدرت انك تاخد القلب النابض بيه ليه، او اخر يعتبر امل اللي عنده، او يعتبر انت حولته الاكاديميه ليك، خصوصا ان النادي ده الخطيب يعني يعتبر ما كانش عايز ياخد حد من عندهم، يعني امام لما جابه او بن شرقي يعني من بره الزمالك. انما بعد موضوع بقى الماتش بتاع القمة الاخير وانهم يروحوا الملعب وعايزين حكام مصريين وجو الحزق والشغل ده يعني عامة، ده خلى الخطيب عامة يجيب زيزو من قلب النادي تاني يوم، يعني حرفيا مضاه. نيجي برضو الموضوع قلة أدب بتاعت واحد من مجلس الإدارة بتاعهم. الناس دي يعني ما ينفعش معاها الاحترام، وما ينفعش تاني اللي هو جو الطبطبه وكده، لا انت عامل كل واحد بمثل المعامله بتاعته. بس انت هتفضل طيب زياده عن اللزوم مع الاشكال دي، ما ينفعش. فكان بالنسبه لي الصفقه دي يعني انا ما كنتش عاوزها بنسبه كبيره، بس اي حاجه تزعل الناس ديت انا معاها عادي. اي حاجه تزعل ناس بتتمادى في قله الادب وتغلط وتسوق فيها انا معاها اوكي. يعني صفقه انت، هو لعيب عنده فنيات وكواليتي كويسه، بس رغم يعني مش دي الفكرة انك خدت اللاعب من قلب نادي الزمالك. يعني مثلا بن شرقي وعندك امام، الاتنين يعتبر كان جبتهم من بره، انما انما ده من نادي الغريم مباشر كده على طول دايركت ليك. فدي حاجة كويسة تتحسب لإدارة الأهلي. نتمنى التوفيق للاعب، ونتمنى إنه يحقق معانا إنجازات وبطولات. نتمنى إن تبقى سنين جاية كويسة لينا، ونتمنى التوفيق للأهلي في كأس العالم للأندية. السلام عليكم.